السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ اللهم صل على نبينا محمد. أنا أفكر إني ما بديت التسجيل، ما انتبهت إلا تو الآن. قبل كل شيء، طبعا اللي مو مشترك في محتواي يشترك مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وأيضا لايك لهذا الفيديو، وأيضا مشاركة لهذا الفيديو. وأبدأ معكم قصتنا لهذا اليوم عن العالم الآخر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عن الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة صارت عام 1439 حسب اللي ينقلها لي، وصارت شمال المملكة العربية السعودية، وصارت طبعا في منطقة صحراوية. يقول احنا في يوم من الأيام انعزمنا عند أحد الزملاء، وعزيمة عائلية طبعا. الرجل هذا من معارفنا، وهو صاحب حلال، عنده إبل طبعا، عند مخيمة إبل. يقول عزمنا في يوم إجازة، ووقت إجازة. يقول طلعنا الحمد لله ومشينا في طريقنا هذا. طبعا المنطقة الصحراوية اللي هو فيها هذا الرجل اللي عازمنا، إذا إحنا طلعنا من المدينة نعتبر في حكم المسافر، لأنها مكان بعيد، يعني النقطة اللي هو المسافة حق المسافر. يقول فلهذا إذا دخل علينا الوقت وإحنا في الطريق مسافرين نجمع ونقصر وقت اللي هو الصلاة. يقول الحمد لله جمعنا وقصرنا، طبعا مشينا ودخل علينا وقت صلاة العصر. طبعا وقت صلاة الظهر طبعا كنا مقيمين داخل البلد، عشان كذا صليناها 4 ركعات. وهذه أحكام فقهية ما أبغى أدخل فيها الآن، أنا أبغى أدخل في صلب الموضوع اللي هو القصة. يقول طبعا صلاة العصر دخل علينا وإحنا مسافرين، يعني قطعنا مسافة، عشان كذا صليناها اللي هو قصر، هي لحالها طبعا مو بجمع. يقول فعلا صلينا ركعتين صلاة العصر ومشينا كملنا طريقنا. يقول لين وصلنا إلى مدخل المكان الصحراوي اللي بندخل فيه. يقول المكان هذا يتميز سبحان الله بطبيعته الجبلية، بيئته الجبلية، يعني جبال والسهول وزي كذا، عرفتوا المناطق الصحراوية اللي سبحان الله مهي فضاء. بعض المناطق الصحراوية تكون فضاء، يعني مفتوحة بدون لا جبال ولا شيء. هذه لا، يقول لك جبال وسهول، وأحيانا يحصل خباري مياه أو مثل مجرى السيل زي الوادي. يقول والله فعلا دخلنا وخلاص الحين تقريبا قبل المغرب احنا. يقول والآن سبحان الله وكأن فيه أمر ترحيبي حاصل لنا من هذا الرعب اللي جاي. واسمعوا وشوفوا اللي صار. يقول فعلا مشينا وجينا بين جبلين. كيف بين جبلين؟ هذا طريق يصير على اليمين جبل وعلى اليسار جبل، ومو هو جبل يا جماعة الخير جبل صغير، لا، جبل كبير ما شاء الله تبارك الله، ممتد بالطول بالعرض، كبير. والجبل الثاني نفس الشيء، يعني كأنك على يدك اليمين حاجز خرساني وعلى يدك اليمين حاجز خرساني. لكن سبحان الله الحواجز اللي مثل كذا، الجبال هذه تتميز. الله سبحانه وتعالى يقول فكان كل فرق كالطود العظيم. عرفتوا زي كذا، هذا الجبل كأنه طود عظيم اللي هم شايفينه. يقول إلا والصدمة وإحنا ماشيين خلاص، يعني غربت الشمس، دخل وقت صلاة المغرب. يقول إلا ويطلع لنا رجل بوسط من وسط الجبل، كيف ما أدري. يقول لا في مغارة ولا في كهف. يقول فجأة كذا طلع لنا رجل، إلا يقول الرجل يعترض طريقنا. يقول أنا وقفت والعيال صارخوا، الحرمة صارخت والعيال يصارخون، قال اهدوا اهدوا. رجال بدوي وطلع بدون قصد في الطريق، خلاص هذا أنا وقفت، إيش فيكم اهدوا. يقول أنا أبغى أهديهم، لكن أنا الرجل اللي أنا شايفه هذا رجل ما هو طبيعي، بس ما أبغى أخوف عيالي اللي معي. يقول الرجل هذا من ضمن مميزاته، يقول أنا جلس معترضني على الطريق ما ماشى. يقول لفيت عنه يعني كسرت عنه يسار، وفي مسافة الحمد لله بيني وبين الجبل اليساري. يقول استغفر العظيم، لا، يقول كسرت عنه يمين، لأنه يقول لو يسار بيصير من جهة زوجتي وما أبغى أخوفها، لأن الشكل الشخص هذا ما هو طبيعي. يقول كسرت عنه يمين وسار من جهتي أنا. يقول لما مريت من عنده
يقول ركزت ودققت في ملامحه، يقول شعر راسه واقف، يقول مو طبيعي، ويقول وعيونه حمر مثل الدم. يقول لاني شايف سواد في عيونه، ولا شايف يعني أي شيء يعني يدل على أن هذا الرجل عيونه طبيعية، عيون بشر طبيعية. يقول وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيني وبين نفسي وأمشي. يقول عرفت أن الكائن هذا ما هو طبيعي، وكأن الشيء هذا جالس يدق له ناقوس الخطر، أو شيء جالس يرحب فيه أو يعلمه ترى القادم أدهى وأمر. يقول مشيت، يقول لين وصلت للمخيم حق الرجال. طبعا المخيم حق الرجال يبعد عن الموقف اللي صار لي بيني وبين هذا الرجل تقريبا مسافة 3 كيلو 4 كيلو حواليها. يقول يعني هذه تقريبية، يعني ماني متأكد، يقول ما حسبت المسافة تمام، لكن أبعدنا عنه. يقول جلست عند الرجال سلمت عليه، وعيالي طبعا الحرمة راحت مجلس الحريم. مجلس الحريم طبعا كلها مخيمات، مخيم رجال ومخيم حريم. يقولوا فعلا شوي الرجال سابقيني جايين قبلي ما شاء الله تبارك الله، ما في إلا واحد يعني تأخر نفس الشيء مثل ما تأخرت أنا، جاء بعدي حتى ما تأخر عني، يمكن ب5 دقائق 10 دقائق حواليها. يقول جلسنا ونتقهوى من هالأمور هذه، وطبعا قلت للرجال أنا ما صليت المغرب. قالوا أبدا حتى إحنا ما صلينا، أحب نصلي نتوها يعني دخول الوقت توه الحين ما صار له وقت. يقولوا فعلا نصلي صلاة المغرب والعشاء جمع وقصر لأننا في حكم المسافر. طبعا ونبهت عليه، قلت له نبه على الحريم هناك يصلون، وفعلا صوت الرجال الحريم وقت الصلاة صلوا، والفعلا كلهم صلوا، والعيال طبعا صلوا معنا، البزارين الأطفال ما خليناهم يلعبون وإحنا نصلي وغافلين عنهم. يقولوا فعلا جالسنا نصلي وخلصنا الصلاة. يقول لما خلصنا الصلاة يقول إلا ولدي بعد الصلاة تقريبا ب15 دقيقة واسمعه ينادي يا يابا يا يابا، وصوته كان بعيد. فقلت للرجال أنا أذكر بشوف الولد وش عنده هذا. يقول والله قمت فعلا وانطلقت للولد، ووقت ليلة الحين. يقول واتبع مصدر الصوت، يقول لين وصلت للولد. يقول الموضوع الصادم أن ولدي جالس فوق جمل، ولدي الصغير، والجمل بارك. يقول وأنادي يا ولدي يا ولدي يا ولد أنت وش جالس تسوي فوق الجمل؟ أنا طبعا تعجبت واستغربت، لأن الجمل ما هو في مراح صاحب الحلال، برا عن الشبك، والوقت هذا وقت ليل، ومع مغيب الشمس أصحاب الحلال يدخلون اللي هو حلالهم الشبك، ما يطلعونه ما يسرحون فيها. فقلت يمكن إنه بالغلط الجمل هذا طالع أو ما انتبه له راعي الحلال. يقول الحين أبغى أنزل ولدي. يقول وجي واخذ، لقيت لي مثل يعني حاجة بسيطة تحت في الأرض كذا في التراب في البر، أدور لي شيء. يقول لي حصلت لي زي الخشبة والعود، يعني عود صغير. يقول واخذه وارميه على الجمل. أبغى طبعا ولدي نزل، أنا كلمته قلت له انزل، ونزل. لما نزل رميتها على الجمل، إلا والجمل يرغي راغي ما هو طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بنفسي رعبت من رغي هذا الجمل. يقول والولد ينطلق داخل البر، ونادي ولدي يا ولد يا ولد وين رايح؟ يقول وينطلق ويختفي عن نظري. يقول والحق ورا الولد. أنتوا تفكرون الآن هذا ولده؟ الموضوع الصادم يا جماعة الخير إن ولده ورا مخيم مع العيال يلعبون، مع الأطفال مع البزارين يلعبون ورا المخيم قريب من المخيم، مو بحول هذا الرجل أو مو بحول الولد هذا. طيب من يكون الولد هذا؟ الصدمة أن الولد هذا واضح أنه بسم الله الرحمن الرحيم جن متشكل على هيئة ابنه.
يقول ويدور وينادي ما تلقيه. يقول إلا ويسمع صوت راعي اللي عازم راعي الحلال يناديه يا فلان يا فلان، ينادي عليه. يقول التفت إلا وهذا الرجال معذبهم اللي هم مضيفهم في هذا العشاء. قال بنحاول رحت. قال يا أخي ولدي أدور ولدي. قال ولدك يلعب مع البزارين هناك. قال طيب وجملك هذا كيف ما تدخله الشبك؟ قال أي جمل. يقول والتفت. يقول الصدمة أني لما التفت ما فيه أي جمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الحلال اذكر الله، والله العظيم إني شايف جمل من جمالك هنا. قال ابن الحلال الجمل في الشبك دخلته أنا وتعالوا شوفه. يقول واجي معاه وأدخل أبغى أشوف الأمر هذا. يقول والله فعلا الجمل في الشبك موجود. طيب وش اللي كان شافه أول؟ هذا الأمر المرعب يا جماعة الخير اللي صدمه والشيء اللي ما استوعبه، وش اللي شافه من أول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أنا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم، قلت ادخلني وأروح المخيم ونادي ولدي. قلت له وانت وين؟ قال أنا هنا يا أبوي ورا الخيمة مع العيال. قال لا تبعد. قال ما بعدت والله يا أبوي. يقول يحلف له. يقول أنا الحين أفكر يعني المعقول اللي شفته هذاك من الجن مثلا؟ يقول ما لها أي تفسير إلا كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحان الله ونجلس ويدخل وقت العشاء ونتعشى ونعين من الله خير. يقول وأقوم أنا واستأذنت منهم، قلت بروح أقضي حاجتي وأجي الله يكرمكم أنتم بكرامة. يقول واروح أبي أقضي حاجتي. يقول إلا وأنا أقضي حاجتي وشفت نفس الرجال اللي شفته واعترضني يوم إني جاي بالسيارة مع عيالي، اعترض الطريق. يقول وطالع فيه وأنا جالس أقضي حاجتي. يقول تسمرت مكاني وصرت مثل الصنم وهو مثل الصنم يطالع فيني. يقول إلا ويتكلم وينطق بالحرف الواحد. قال ليش تضرب ولدي؟ يقول لما قال ليش تضرب ولدي قلت يعني يقول قمت أبغى أغسل أنا طبعا معي موية غسلت ولبست وقلت أعوذ بالله منك. يقول قلت أعوذ بالله منك. يقول والرجال هذا يصير مثل عرفتوا بدال ما هو رجال واقف صار مثل الخيال الأبيض. يقول ويدخل في باطن الأرض ويختفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وارجع للمخيم. يقول ولا حسست راعي اللي هو مضيفنا ومعذبنا ما حسسته بشيء، هو الضيوف اللي عنده. فقلت عيب أجلس كل شيء أقول له صار كذا وكذا، يعني بظهر في قدامه مثل مظهر البزارين والأطفال وجلست شكالة ما يصلح. يقول سكت. يقول لكن الرجال سبحان الله حسن فيه شيء، فيقول كنا نتقهوى وذا. يقول فقال للرجال عندكم يا رجال وكلم، يقول كلم ولده كبير قال قهوة الرجال وخلك معها. عندكم يا رجال أنا ودي أطلق رجولي أمشي يا أبو فلان. وقام يكلمني وش رأيك تمشي معي نتمشى نطلق رجولنا؟ قال أبشر تم. يقول والله وتمشيت أنا وياه. قال أبو فلان أنا أشوف وجهك مو طبيعي، إيش فيك أنت تروح بوجه ترجع لنا بوجه ثاني؟ قال يا أبو فلان والله بما أنك سألتني وأنا أني أكره أني أقول لك ذا الشيء بس بقوله. قال قول وعادي يعني خذ راحتك. يقول وقلت له بالسالفة. يقول وجلس يضحك. قال ليش ما أنت مصدقني تضحك علي؟ أنا عشان كذا ما كان ودي أقول لك. قال ابن الحلال مو إني ماني مصدقك، أنا أدري المكان ذا مو بزين. قال طيب وش مجلسك فيه؟ قال يا أخوي إيش أسوي؟ كل ما رحت مكان نفس الشيء، والرجال اللي أنت تقوله هذا وأعطيتني سالفته يوم أني جيت واعترضكم ترى من ما كل ما أروح مكان وأنقل يلاحقني في المكان اللي أنا فيه. أنا راعي حلال حبيت اني اتطبع على ذا الامر واتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر الله. وحتى لما يجوني اللي مضيفهم اقول لهم اذكروا الله يا جماعه الخير، وانت لاحظت هذا الامر.
وخلوا عيالكم يذكرون الله ولا ترمون شيء إلا أنتم ذاكرين الله. قال بس أنت لما رميت العود على الجمل ذكرت الله؟ قال لا والله ما ذكرت الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنك غلطان غلطان. يقول ابن حالة تخوفني. قال والله ما قصدي أخوفك، بس المفروض تذكر الله، لكن أمورك إن شاء الله أنها طيبة بإذن الله، أنا ما يصيبك هذا. أنت شوف إن صار لك شيء ترى أنا أعرف لك شيخ، أعرف لك شيخ بإذن الله أنه يحل هذه الأمور كلها، وبإذن الله أنه ما يصير لك شيء. قال لا إن شاء الله. يقول والله فعلا تنتهي هالعزيمة هذه على خير بإذن الله. ما بقول فيها شر، لكن أقول إن شاء الله أنها على خير. يقول وفعلا واخذ عيالي وانطلق آخر الليل. وقلت للعيال طبعا أنا قلت لهم اذكروا الله ولا تخافون، وأي شيء غريب تشوفونه في البر، لأن احنا بننطلق الحين ولسه يعني طريق صحراوي، لا تلتفتون له نهائيا. المرأة قامت تخاف، قالت ايش قصدك؟ قلت بس لا تلتفتون له نهائيا وخلاص، ما ابغى اخوفكم، ما قصدي شيء، بس لا تلتفتون، احنا في بر وهذه اماكن ما هي بزينه واحنا في الظلام الحين في ليل. يقولوا نمشي ونمشي. يقولوا الا والمح الرجال نفسه اللي شفته في النهار طبعا قبل اللي هو المغربية على المغرب كذا، اعترضني واعترض طريقي. يقولوا شفته مرة ثانية يوم أنا أقضي حاجتي، يقول شفته بس من جهة باب الراكب حق زوجتي. يقول وأحاول ألفت انتباه زوجتي لي ما تطالع فيه. قلت لها أنت عسى أغراضك أخذتها كاملة من المخيم ما نسيتي شيء؟ قالت لا أبد. قلت لها تأكدي. قالت ليه أنت ناسي شيء؟ قلت لها أنا ماني بناسي شيء، بس أنا ما أبغى أبعد عن المكان وتقولي لي ناسي شيء. يقول لين جلست يعني ألهيها عن هذا الأمر لين تعدينا. فالعيال يقولون يا بابا شوف الرجال. قلت لهم أي رجال؟ خلاص إحنا مشينا، خلاص اسكت يا ولد. يقول أبغى أسكت العيال إنه ما يخافون زوجتي، وفي نفس الوقت أنا ما كان ودي العيال أيضا يخافون. قلت لهم ما هذا يمكن خلوه، هذا ممكن بدوي في المخيم راجع، أبغى أنهي هذا الأمر اللي هو الرعب اللي إحنا داخلينه الآن. يقول والله فعلا نمشي لين سبحان الله وصلنا المدينة اللي إحنا ساكنين فيها آخر الليل طبعا، خلاص باقي شوية على الفجر. يقول وصلنا والحمد لله دخلنا البيت. لما دخلنا البيت إلا وأسمع بعد ما دخلوا العيال صوت الباب يدق برا. بسم الله الرحمن الرحيم، مين هذا اللي يدق في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ يقول وارجع. العيال ما سمعوا، أنا اللي سمعت، وزوجتي ما سمعت، أنا اللي سمعت. يقول وافتح الباب ما في أحد، والتفت يمين على الشارع، يمين يسار الشارع، يقول ما في أحد، والمكان هدوء، الناس نايمين. يقول وقفل الباب وأخذ لي 3 خطوات أو 4 خطوات إني راجع، إلا والباب يدق مرة ثانية. يقول والتفت، يقول وأروح أفتح الباب، يقول إلا ما في أحد. لكن الشيء اللي صدمني لما قفلت الباب والتفت جهة البيت، يقول إلا وشوف الجمل بارك عند الحوش، وعنده نفس الرجال اللي شفته في البر، عيونه حمر مثل الدم. يقول شعر راسه واقف. يقول جلست أقرأ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيني وبين نفسي، وأقرأ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لين الرجال شفته يقوم الجمل، يقول ويصد عني ويدخل في الجدار اللي موازي البيت جاري، كأنه دخل على بيت جاري، عرفتوا؟ يقولوا فعلا دخل في الجدار واختفى هو الجمل. يقول كل هذا الأمر أشوفه قدام عيوني، ولكم أن تتخيلون هذا الموقف. يقول وارسل رسالة الخوي اللي عزبنا وضيفنا، وارسل رسالة له وأقول له اللي صار كذا وكذا 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 وكذا. قال يا أبو فلان بكرة أمرك، نروح أنا وأنت الواحد شيخ رايدين يعرف في الأمور هذه. يقول والله وفعلا اليوم الثاني مرني ورحنا لذا الشيخ، طبعا بعد ما استاذن الشيخ لأنه أرتب معه وقت ونسق معه. يقول والله فعلا رحنا لذا الشيخ وقلنا له السالفة، قال أعطوني العلم من الألف للياء. الشيخ يبغى يعرف، ما يبغى يتعامل مع حاله وهو مو داري وش الأمور. صح أنه ذو خبرة
الرقاة الشرعيين ذو خبرة، لكن أيضا في أسئلة يسألونها لابد أن يطرحونها عشان تفيدهم هم أيضا، وتفيد اللي عنده عارض صحي أو عارض روحي بمعنى صح. يقول فعلا جلس يسألني الشيخ وقلت له الأمور هذه. قال الله لا أعلم أن الولد هذا اللي أنت رميته هو ممكن فعلا أنه من الإبل، لكن الولد اللي ينطلق اللي كان في ظهرها هو شيطان، هو شيطان. واحمد ربك أنك أنت ما رميت على الجمل هذا إلا لما نزل هذا الولد وراح، ولا كان ممكن تختلف بعض الأمور لو أنك رميته وهو الولد موجود فيها. يقول ممكن لأن سبحان الله يا جماعة الخير الراقي يستند لهذا الأمر، ممكن فيه لأن في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه معنى الحديث طبعا أنا ما أذكر أن إذا ركبتم اللي هو الإبل فاذكروا الله لأن على ظهرها شيطان. سبحان الله. فإذا أنت ذكرت الله ما راح يضرك شيء. فممكن الرجل هذا سبحان الله يحمد الله عز وجل أن اللي كان على ظهرها شيطان هذا أنه نزل، يعني هو شافه عرفتوا بعدين رماها. فممكن الشيخ جلس يقرأ عليه قال لا أنت ما فيك شيء ولا أصابك مس ولا شيء، بس الرجال اللي جاك ذاك يحذرك وينبهك أنك أنت كنت بتضر ولده ولاحقك لين بيته. طيب إيش التفسير إنه يلاحقني البيتي المرة هذه؟ قال مرة واحدة ما راح يجيك بإذن الله، وإن جاك رجع لي. قال طيب إيش الحكمة؟ قال الحكمة أنه خاف على ولده، أنت شكلت مصدر خطر على ولده وجالس هو يهددك الآن أو يخوفك أو ينذرك أو يحذرك بمعنى صح. يقولوا فعلا أنا رجعت للبيت، يقول الحمد لله الليلة الأولى ما في شيء، الليلة الثانية ما في شيء، يقول الحمد لله مرت الأمور ما عاد شفنا ولا شيء. وسألت المرأة قلت لها أنت فيك شيء تحسين بشيء؟ قالت لا. تشوفين شيء؟ قالت لا. سألت العيال قالوا لا والله ما في شيء. المهم أني تطمنت على نفسي وتطمنت على أهل بيتي إن بإذن الله أمورنا طيبة. يقولوا فعلا الحمد لله الأمور طيبة، وهذا اللي صار. وهذه القصة يا جماعة الخير أتمنى أنها عجبتكم، هذا ما عندي يا جماعة الخير، وإن شاء الله بإذن الله تعطوني لايك لهذا الفيديو، وأيضا مشاركة شاركوه، وأيضا اللي مو مشترك يشترك مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تمسون على خير. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.